السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم جميعا. النهاردة لحد 28/5/2025 هنعمل كده فيديو صغير عن سهم بريميوم هيلث كير جروب اللي هو كان سيتي لاب. الفيديو ده بعد ما السهم عمل التوزيعات ونزل حق الاكتتاب، وهنا الشرط متعدل. طبعا هنا الشرط صاعد على المدى المتوسط. جه في جلسة النهاردة فتح 25 قرش و6 مليم، طلع لحد 27 قرش ونص، ورجع نزل وقفل على 25 قرش و2 مليم ب45 مليون سهم. النهاردة نفذ 45 مليون سهم. امبارح منفذ 178 مليون، وقبله 6 مليون. الفوليوم امبارح كان كبير جدا، النهاردة الفوليوم ابتدى يتناقص. السهم ماشي في قناة صاعدة. ادي حد القناة السفلي اهو، وده الحد العلوي. دي القناة الصاعدة التانية، لأن في قناة صاعدة تحت منها. النهاردة لمس في القناة الصاعدة دي ونزل. الخط ده طبعا أنا كنت رسمه من كذا فيديو فات. تمام. آه، الشغل بتاعه فوق 27 قرش، فوق كمان 26 قرش، وثبات فوق منها اللي هو الخط العرضي ده 26 قرش و2 مليم بالظبط، هيأهلوا المستويات فوق. لكن على المدى القصير جدا فهيرجع اعتقد اللي هو اول دعم ليه القناة السقف ده، القناة الصاعدة عند 22 قرش و7 او حوالي 23 قرش. ده اول دعم. الدعم اللي بعد كده عند 19 قرش. فيبقى كده متوقع له على المدى القصير جدا عرضي مائل للهبوط. طيب بالنسبة للمؤشرات عندنا الار اس اي اعتقد اللي هو كده في بداية سلبية، سهم طالع والمؤشر كده نازل، ده دايفرجن سلبي. والاستياستيك كمان برضو وصل لل100 ونزل. اللي يهمني في الوقت الحالي الار اس اي. المؤشر واضح عليه السلبية. السلبية يراها الكفيف. فأعتقد أول دعم لينا هنا في ال23 قرش، يليه في حوالي 19 قرش. ده بالنسبة للبريميوم هيلث جروب، عشان الناس ابتدت تتكلم عليه كتير وفي ناس كتيرة محبوسة فيه. طيب اللي محبوس فيه أكتر الحق نفسه، حق بريميوم. طيب الحق النهاردة عامل شمعة إيجابية. أصبح الدعم بتاعنا هنا هوت من اللو بتاع السهم دي 9 مليم. فدعمنا دلوقتي 9 مليم ما تتكسرش. أول مقاومة لينا أعتقد هتبقى هنا عند 19 مليم أو قرش 9 مليم. طبعا ده مش هيلحق يبقى فيه مؤشرات.
ولا حاجة. المؤشرات بتاعته مفيش أي علامة ولا أي دلالة، لكن الدلالة الوحيدة دلوقتي عندي إن السهم عندي 9 مليم، دعم نفسه عندها جلستين أهو. هو أصلا عدد جلساته المتبقية في حدود 7 8 جلسات، 10 جلسات بالكتير لحد يوم 29 مايو. النهاردة 18، في أيام جمعة وسبت، أعتقد في 9 جلسات باقيين. فيبقى ده عملت 9 مليم. كسر ال9 مليم هيروح فين؟ هيروح لمليم، والكتاب عندنا ب10 قروش. عموما دلوقتي ده عملت 9 مليم، مقاومتنا 19 مليم. اختراقها يبقى عندنا ال24 مليم اللي هي قرشين و4، هي ليها ال27 مليم. مش هطول عليكم كتير في الفيديو ده. ده كان تعليق سريع على بريميوم هيلث جروب وحق اكتتابه. اي حد ليه اي استفسار يا ريت تسيبولي في الكومنت، نعلق عليه في الفيديو الجاي. تحياتي لحضراتكم جميعا، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.